السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نعمة الصديق. النهاردة زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض المربى، مربى البرتقال بالجزر. هنعملها بطريقة سهلة قوي قوي، وتاخد يعني مش هتاخد مننا كميات كبيرة، ومع ذلك هتدينا كمية حلوة قوي واقتصادية. مش قادرة اقول لكم حاجات كتير، لها مواصفات كتير قوي. يعني اولا اقتصادية، موفرة، و طعمها خطير، وكمان هي الموسم بتاعها دلوقتي. هيكون عندنا بقى جزر. قبل ما نبدأ نسمي الله ونصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. انا استخدمت كيلو من البرتقال. وده البرتقال اللي هو بيتقال عليه في مصر يعني بسرة، او اللي هو اللي بيتاكل، يعني بمعنى اصح مش اللي بيتعمل عصير. انا استخدمته عشان يبقى فيه لحمة كتير. ما يبقاش بتاع العصير ده بيبقى مليان مية اكتر. لا، انا عايزاه اللي هو فيه لحمة اكتر. ومعايا كمان كيلو من الجزر. طبعا كيلو البرتقال وكيلو الجزر يعني يعتبروا 2 كيلو، فبيبقى عليهم كيلو سكر. لو انتوا استخدمتوا كمية اكبر، يعني 2 كيلو برتقال مثلا و2 كيلو جزر، يبقى هتستخدموا كيسين سكر. ال4 كيلو عليهم كيسين سكر. هنبدأ بقى نحط. احنا طبعا بشرنا الجزر زي ما انتوا شايفين كده، انا بشرته في الكبة، ليها مبشرة كده فبشرته فيها. تقدروا طبعا تبشروه زي ما انتوا عايزين. بس انا اكتشفت بعد كده ان في كمية كمان كنت ناسياها في الكبة، هبقى احطها في الاخر يعني. دلوقتي انا حطيت كيس السكر كله على الجزر. اقعد اقلب الجزر كده زي ما انتوا شايفين، واسيبه شوية. هتلاقيه في الاخر منزل مية كتير جدا. يعني بصوا زي كده الفراولة لما بحط عليها سكر بتلاقيها بتنزل مية، نفس الحكاية الجزر هيبقى نفس القصة دي. اول حاجة بقى بجيب البرتقان كده وبحطه في حلة فيها مية، عشان هرفعه على النار، علشان خاطر المرارة بتاعته تروح. القشر بتاع البرتقال مرارته تروح. طبعا انا هعمله بالقشر. القشر ده بيخلي الطعم خطير. بسلقه زي ما انتوا شايفين كده علشان المرارة بتاعته ما تبقاش متواجدة، وبطلعه واحدة واحدة. طبعا انا مقطعاه زي ما انتوا شايفين من فوق وتحت كده علشان برضو عشان خاطر مرارة. هبدأ اقطعه كده ترانشات كده، واحطه في الكبة، وافرمه في الكبة. طبعا الطريقة دي سهلة جدا، ومش قادرة اقول لكم طعم القشر ده حلو قد ايه، وطعم البرتقال نفسه بيدي مزازة وطعم حلو قوي كده. هو الجزر عندي اهو نزل مية كتير زي ما انتوا شايفين. هحط كله. طبعا انا بقول لكم اكتشفت كمان ان في حبة في الكبة، فهبقى ازودهم بعد شوية. هسيب بقى ايه كل المكونات دي من غير ما اضيف لها اي حاجة تغلي على النار لحد ما تستوي. طبعا هي هتستوي زي ما انتوا حابين. يعني انتوا تعرفوها لما تستوي هتلاقوها غمقت شوية كده، ولما تاكلوا منها هتلاقوها طعمها حلو جدا. في نفس الوقت هي طبعا هتنزل مية وتشربها. بعد ما تنزل ميتها وترجع تشربها، انتوا تقدروا تزودوا فيها المية اللي انتوا محتاجينها علشان تبقى جوسي كده وما تبقاش ناشفة. هي كده استوت زي ما انتوا شايفين. بس انا طبعا رجعت حطيت حبة الجزر اللي انا اكتشفتهم في الكبة. هحط انا معلقة ملح وليمون. طبعا انتوا لو حابين تحطوا ملح ليمون، معلقة ملح ليمون صغيرة كده برضو عادي. بس انا ما استخدمتهاش لان انا هستخدم المربى هتتاكل على طول، يعني مش هتتخزن او تتساب مثلا اللي بعد كده. لا، احنا هنستخدمها. طبعا الطريقة دي تنفع جدا عشان رمضان، يعني ينفع جدا للسحور، وتستخدموها للزبادي هتبقى حلوة قوي. ممكن كمان
لو هتعملوا بسكوتات بقى هتنفع للحشو بتاعهم. الجزر بقى اللي قلتلكوا عليه ان انا كنت ناسياه، حطيته اهو. عادي جدا مش هيأثر، هو بيستوي بسرعة جدا. هضيف له بقى شوية مية كده لان طبعا المية بتاعتها اتشربت كلها. طبعا انا برضو ضفت لها مية تاني عشان تكونوا عارفين ان انا اما بلاقيها جامدة كده او ناشفة، انا مش عايزاها كده، انا عايزاها جوسي وفيها مية كده زي المربى اللي احنا بنستخدمها. طبعا هي بتبقاش مية، هي بتبقى تقيلة زي العسل كده. بس انا هقلبها كويس جدا وهسيبها بقى تستوي لحد ما تخلص خالص. آه، طعمها حلو قوي يا جماعة، جربوها ورخيصة جدا. شوفوا متوفر قوي الجزر في السوق ومتوفر البرتقال، والاتنين ارخص من بعض. كمان هتوفر في المربى بره بتتباع غالية، دي هتوفر لي في سعر المربى جدا، وهتعمل لي برطمانات كتيرة قوي هتشوفوها دلوقتي. كده هي خلاص تعتبر اتسلقت. هنبدأ بقى نحطها في البرطمانات بتاعتنا. شوفوا عاملة ازاي، تحفة ولونها تحفة، طعمها ما اقولكوش خطير جدا. هبدأ بقى اعبيها في برطمانات، انتوا تقدروا تعبوها في اي برطمانات عندكم. انا البرطمانات دي برطمانات مربى عندي. فطبعا نضفتها وعقمتها، وهبدأ احط فيها المربى بتاعتي. طبعا كمان نقدر من الجزر والبرتقال نقدر نعمل عصير برتقال بالجزر لرمضان برضو، سهل جدا. بس بنستخدم فيه بقى ايه البرتقال اللي هو بتاع العصير البلدي مع الجزر، وبيبقى حلو قوي وبيديله تقل برضو كده وطعمه بيبقى جميل. كده انا عبيت اهوت البرطمانات. بصوا طالع تحفة جدا، وينفع لسندوتشات المدرسة، ينفع للسحور. لو بتحطوا زبادي على الزبادي عسل، تحطوا مربى بدل العسل بتبقى حلوة قوي. ينفع لحاجات كتير، كمان موفرة قوي قوي قوي. ولو حد عايز يعمل مشروع من البيت، من السهل جدا يعمل المربى دي، هتطلع جميلة قوي. عملت لي كميات كبيرة، فطبعا احسن من بتاعت بره بكتير. ادي كل الكمية زي ما انتوا شايفينها. طبعا لو عجبتكم الوصفة بتاعتي متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ومتنسوش تدعوا المازن ابني بالرحمة، ان ربنا يرحمه ويغفر له ويدخله الجنة من اوسع ابوابها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.